يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. قبل ما نبدأ هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش معانا يشترك ويفعل الجرس. الفيلم بيبدأ مع شخص باين عليه الخوف والتوتر، هو بيتكلم مع حد تاني وبيتصور وهو مش واخد باله، وبيكون عايز يمشي في أسرع وقت. ولما بيطلع للجراج بيركب عربيته وفي واحد بيخبط العربية بتاعته، وبيمشي وراه وبيفضل يخبط فيه لحد ما بيحدفه بالعربية من فوق الجراج وبينزل ميت. بعدها بنشوف ويل ولورا وهما بيحتفلوا بعيد جوازهم الأول، وواضح إن هما الاتنين بيحبوا بعض جدا. وقتها بيشوفوا في الأخبار حادثة موت الشخص اللي اتحدف من فوق الجراج، وبنشوف المأمور وهو بيوعد الناس إن هما هيمسكوا المجرم. الويتر بيقول لويل إن الحوادث كترت في المدينة وبقى صعب يتعاش فيها، لكن ويل ومراته بيحبوا المدينة بالرغم من اللي بيحصل فيها، وبيروحوا يرقصوا وبيكملوا سهرتهم. تاني يوم ويل بيروح على شغله، وبنعرف إنه مدرس بس في مدرسة شعبية، والطلاب اللي فيها مشاغبين لدرجة إن زميله وصاحبه جيمي واقف على البوابة بيفتش الطلاب علشان محدش يدخل بتليفون أو بسلاح. لما ويل بيدخل الفصل وبيدرس للطلاب بيلاقي تلميذ معاه تليفون. ويل بيستغرب إزاي لسه معاه تليفون، وإنه شافه وهو بيفتش بره على الباب، بس التلميذ بيكتب له شتيمة على التليفون قبل ما ويل ياخده منه. لورا مراته بتكون عازفة وبيكون عندها بروفا مع الفرقة بتاعتها. وقتها ويل بيكون بيلعب جيم شطرنج مع صاحبه جيمي، ولورا بتخلص البروفا وبتروح علشان تركب عربيتها. بيكون في شخص غريب ماشي وراها بيراقبها، وأول ما بتركب العربية بيروح لها وبيرفع عليها المسدس وبيكسر الإزاز وبيدخل لها العربية بيضربها وبيغتصبها. ويل بيخلص لعب وبيطلع يفتح تليفونه وبيلاقي 7 رسايل وبيعرف باللي حصل. بيطلع جري على المستشفى، بيقابل الدكتورة اللي بتعرفه إنها عطتها مخدر وبتقوله إن عندها نزيف داخلي، وبيكون في الأوضة محقق شرطة اللي بيقوله إن هما أخدوا مواصفات المجرم هيدوروا عليه. ويل بيكون غضبان جدا وبيطلب منهم يخرجوا من الأوضة، وبيشوف وش مراته وهي متعورة وبيكون منهار وبيعيط. ولما بيطلع بيلاقي صاحبة مراته وجيمي وبيحاولوا يهونوا عنه شوية، وجيمي بيسأله لو كان محتاج حاجة، ويل بيشكره وبيطلب منه يروح عشان الوقت اتأخر، ولو احتاج حاجة هيبقى يكلمه. بعدها ويل بيكون لسه قاعد في المستشفى، وبيدخل شخص غامض وبيقعد على الكرسي اللي وراه، وبيقوله إنه سمع عن اللي حصل لمراته وإن ده شيء فظيع. ويل بيسأله لو كان تبع الشرطة، التاني بيقوله لأ، وبيحكي له إن حصل له نفس التجربة بتاعته من كام سنة فاتت، وبيعرفه إن الشخص اللي عمل في مراته كده كان مقبوض عليه وخرج من 3 أسابيع. ويل بيستغرب وبيسأله لو كان يعرف الجاني، فبيرد عليه بيقوله إن المجرم عمل جريمته دي قبل كده وهيعملها تاني، وبيعرض عليه إن هما ممكن يتولوا الموضوع وياخدوا بطاره، بس ويل مش عارف هيعملوا كده إزاي. الشخص ده بيعرفه لو سلموا المجرم للشرطة التحقيقات هتاخد 6 شهور، وبعدها هيكون في محاكمة ومراته هتمر بكل ده ونفسيتها هتتعب أكتر. لو المجرم بقى أخد حكم هيطلع بعدها وهيكمل برضه في إجرامه. ويل بيسأله على اسمه وبنعرف إن اسمه سيمون. سيمون بيعرفه إنه فرد من منظمة بتتعامل مع المجرمين بعيد عن الشرطة علشان ينظفوا المدينة. وأخيرا ويل بيفهم إن هما هيقتلوا المجرم ويخلصوا عليه، لكن في المقابل هيطلبوا منه خدمة بعدين، يراقب حد أو يعمل مكالمة ليهم وتكون خدمة قصاد خدمة. ويل بيفكر في الموضوع وبيرفض. سيمون بيقوله زي ما يحب وبيتحرك علشان يمشي، لكن ويل بيفتكر وش مراته فبيوقف سيمون وبيعرفه إن هو موافق. سيمون بيقوله لو عايزنا نعمل كده فعلا يروح عند مكنة الأكل في الكافيتيريا بتاعة المستشفى، وبيقوله على نوع بسكوت معين يشتريه، وبيحذره إنه يقول لأي حد عن الكلام اللي ما بينهم. ويل فعلا بيروح للكافيتيريا وبيكون متردد، وبيشوف الناس اللي قاعدة جوه، وبيكون في واحد قاعد شكله تبعهم. ويل بيعمل زي ما سيمون قاله، بيبص على الراجل مش بيلاقيه. في نفس الوقت المجرم بيروح بيته وبيكون معاه السلسلة بتاعت لورا، وقاعد مفكر نفسه هرب بالجريمة بتاعته. وقتها بيدخل الشقة واحد تبع المنظمة وبيرفع عليه مسدس. المجرم بيسأله هو مين، التاني بيعرفه بجريمته وبيقوله إن مراته ماتت من 3 شهور بسبب مجرم زيه، وبيقتله. وبيخرج من البيت بيكلم حد على التليفون بيقوله الأرنب الجائع يقفز. بعدها في حد بيروح لويل المستشفى بيقوله إنه من التأمينات وبيسيب له ملفه وبيمشي. ويل بيفتح الظرف بيلاقي فيه صورة للمجرم وهو مقتول والسلسلة بتاعت مراته،
ويل بيقول لمراته إن المجرم لقوه منتحر في بيته. لورا بتهدى شوية لما بتعرف إن المجرم مات. بتمر 6 شهور ولسه لورا ما تخطتش اللي حصل، وبتكون عايزة تشتري مسدس، لكن جوزها بيرفض ده. لورا بتروح من وراه وبتاخد دروس في ضرب النار، وبتشتري بخاخ فلفل علشان تدافع بيه عن نفسها. بعدها ويل ولورا بيكونوا برا بيلعبوا بلياردو. بيجي تليفون لويل، ولما بيرد بيلاقيه سيمون، وبيطلب منه يخرج وهيلاقيه برا، وبيخليه يدخل سوبر ماركت اللي جنبه، وبيخرج من الباب الخلفي. ولما بيخرج بيلاقي رجالة سيمون مستنيينه. ويل بيسأله بعصبية عايز منه ايه. سيمون بيهديه وبيقوله في صندوق بريد عند حديقة الحيوان، عايزه يروح عنده بكرة الساعة 4:15 علشان يحط فيه ظرف. ويل بيسأله بعدها يكونوا خالصين. سيمون بيقوله كل اللي يعرفه إنه يعمل اللي قاله عليه. تاني يوم ويل بيروح عند الحديقة وبياخد الظرف وبيروح عند صندوق البريد. هناك سيمون بيتصل بيه وبيقوله يفتح الظرف، وبيكون فيه صورة أم وطفلين وصورة راجل، وبيقوله يقطع تذكرة ويدخل الحديقة ويمشي ورا الست ويراقبها، ولو شاف الراجل اللي في الصورة يتصل بيهم ويقوله الأرنب الجائع يقفز، وبيطلب منه يقطع الظرف. ويل بيدخل الحديقة وبيفضل يراقب الست، وواضح إن في حد بيراقبه وبيصوره. وفي النهاية الراجل مش بيظهر، وبيضطر ويل إنه يخرج من الحديقة. وتاني يوم بيروح شغله بيلاقي رقم تليفون على السبورة. ويل بيتصل بالرقم وهو متعصب علشان وصلوله لحد شغله، وبيزعق في سيمون اللي بيكون مستنيه بره. ويل بيعرفه إنه نفذ اللي اتطلب منه والراجل ما ظهرش في الحديقة. سيمون بيشكره على اللي عمله بس بيطلب منه مهمة تانية. ويل بيرفض وبيقوله إنه مش فاضي، لكن سيمون بيعرفه إن الوعد وعد وبيمشي. ويل بيرجع المدرسة وبيخبط في واحد معدي، والشخص ده بيديله ملف وبيقوله إنه وقع منه وبيمشي بسرعة. ويل بيفتح الملف بيلاقي صور نفس الراجل ومعاه الملف الإجرامي بتاعه. وويل بيعرف إنه كان متهم بقضية اعتداء جنسي. بيروح على البيت وسيمون بيتصل بيه، وويل بيطلع بره الشقة علشان مراته ما تسمعهوش. سيمون بيقوله إن بكرة هيلاقي مشكلة في عربيته، فيركب الأتوبيس علشان يروح الشغل، وينزل في محطة معينة هيلاقي منحدر للمشاة، وإنه هيلاقي الراجل اللي في الصورة هناك. طبعا بيطلب منه يحدفه من فوق المنحدر، والموضوع هيبان انتحار والكاميرا هتكون متعطلة في الوقت ده. ويل بيرفض بس سيمون مكمل في كلامه، وبيقوله يعمل اللي قاله، ولما يخلص يتصل بيه يقوله الأرنب الجائع يقفز، وبيقفل السكة. الليلة دي بتكون صعبة جدا على ويل ومش بيكون قادر ينام. والصبح مراته بتحس إن في حاجة وبتسأله ماله، لكن ويل بيطمنها إن الدنيا تمام. وبينزل للجراج بيلاقي عجل عربيته متقطع، فبيروح يركب الأتوبيس، وكلام سيمون بيتردد في دماغه. لما بيوصل عند المحطة ويل قلبه مش مطوعه ومش بينزل، وبيروح على شغله، ورجالة سيمون بتكون مراقباه. ويل بيدخل المدرسة وجيمي بيعرفه إنه أول مرة يتأخر. ويل متعصب ومش طايق نفسه، فبيرد عليه بقلة ذوق وبيسيبه ويمشي. بيخلص شغله وسيمون بيروح له وبيسأله ايه اللي حصل. ويل بيعرفه انه مش هيقدر يعمل كده. سيمون بيعرفه ان ده شخص مجرم ولازم ياخد عقابه، بس ويل بيقوله هو فاهم ده كويس، بس هو مش قاتل ومش هيقدر ينفذ. سيمون بيفكره بالخدمة اللي اتعملت علشانه، بس ويل بيقوله إنه ما كانش على طبيعته يومها، وما تقالش في الاتفاق إنه ممكن يقتل، وبيقول لسيمون يخرج من حياته وبيسيبه ويمشي. بالليل بيكون هو ومراته في مطعم، ولورا بتكون مستغربة إن في حد دخل الجراج وبوظ العربية، بس ويل بيحاول يطمنها، وهي بتسأله ليه بيتصرف بغرابة بقاله فترة. وقتها سيمون بيقطع كلامهم وبيروح يسلم عليهم. قال يعني هو كان صاحب ويل في الدراسة، وبيقول لويل إنه رجع المدينة عشان في واحد صاحبه مراته اتقتلت. ويل بيفهم إن ده تهديد، وبيدي الكارت بتاعه لويل وبيقوله يتصل بيه وبيمشي. لورا بتشوف واحد من رجالته وهو خارج وراه، وبتحس إن في حاجة غلط. لما بيروحوا البيت ويل بيلاقي مكتوب على التلاجة كلمة اختار، فبيشقلب الكلمة عشان مراته ما تشوفهاش، وبيعرف إن هما وصلوا كمان لحد بيته، وبيكون زي المذعور بيدور على حد فيهم، ومراته مستغربة تصرفاته. ويل بيطلع الكارت بتاع سيمون وبينزل الجراج علشان يكلمه، ولما بيرجع بيلاقي باب الشقة مفتوح، فبيتخض وبيترعب على مراته.
بيروح للتلاجة تاني بيلاقي نفس الكلمة اتكتبت تاني، والحس خلاص إنه وقع في الفخ بتاعهم ومفيش مهرب منهم، فلازم يعمل اللي مطلوب منه. تاني يوم بيركب الأتوبيس وبينزل في المحطة وبيروح لكوبري المشاة وبيستنى الراجل اللي فعلا بيوصل، ويل بيحاول يكلمه بس الراجل بيخاف وبيهجم عليه وبيهدف نفسه بالغلط من فوق الكوبري وبينزل على عربية وبيموت. ويل بيخاف من اللي حصل وبيرجع علشان يركب الأتوبيس ويروح على شغله. على الناحية التانية لورا بتطلب شركة تصليح العربية وساعتها بتفتح التابلو بتاع العربية بتلاقي السلسلة بتاعتها اللي ضاعت منها وقت الحادثة. وقتها سيمون بيتصل بويل وبيعرفه إن الراجل مات وإنه هما كده خلاص متعادلين وبيقفل السكة. الطلاب بيحصل ما بينهم مشاجرة وويل بيقوم يخلص ما بينهم. الطالب بيشتمه فويل بيضربه، وطبعا بكده هيتوقف عن العمل 3 أسابيع. بيرجع على البيت وبتكون مراته مستنياه بعد ما عرفت من جيمي اللي حصل في المدرسة، وكمان بتوريله السلسلة وبتسأله وصلت له ازاي. طبعا ويل بيعرفها انه مش هينفع يقول لها فهي بتزعل منه وبتنزل علشان وراها بروفا. والمصايب مش بتقف لحد هنا، ده كمان الباب بيخبط وبيكون فيه 2 محققين بيقبضوا عليه بتهمة قتل واحد اسمه ألين مارش، وبياخدوه على الاسم وبياخدوا منه التليفون وبيحققوا معاه وبيعرفهم انه مش قاتل. بس المحقق بيفرجوا على فيديو ليه وهو على كوبري المشاة وبيعرف ان الشخص اللي مات اسمه الحقيقي ألين مارش، والمحقق بيعرفوا ان الكاميرا التانية اللي جوه الكوبري كان فيها عطل وبيسألوا ايه اللي حصل. ويل بيعرفهم انه ما قتلش حد. المحقق بيقوله ايه اللي وداك عند الكوبري. ويل بيعرفه ان العربية كانت عطلانة وكان في طريقه للشغل. المحقق بيطلع تليفون ألين وبيكون فيه فيديو وهو مصور ويل لما كان في الحديقة. ويل بيحلف لهم انه ما شافش الراجل ده طول حياته، والمحقق بيعرفه ان اللي قتله ده محقق صحفي وبيتهموه بقتله علشان يخلص منه. وويل لما بيلاقي التهمة لابساه بيطلب محامي. وقتها المأمور بيستدعي المحققين وبيتكلم معاهم بخصوص القضية وبيقول لهم انه هيدخل ويتكلم معاه. المأمور بيدخل لويل وبيسأله أسئلة ملهاش علاقة بالقضية لحد ما بيقول له جملة الأرنب الجائع، فويل بيرد عليه وبيقول له كلمة يقفز، فبيعرف انه تبعهم. المأمور بيفك كلبشاته وبيفتح له الباب وبيخليه يهرب. ويل ما بيصدق وبيتسحب لحد ما بيخرج من القسم. على الناحية التانية لورا بتكون في المسرح وبتتصل بجوزها. المحقق بيرد عليها وبتعرف ان جوزها متهم بجريمة قتل. بالليل ويل بيروح المدرسة وبيعمل بحث عن ألين مارش وبيعرف إنه فعلا محقق صحفي. بعدها بيروح ياخد تليفون من تليفونات المدرسة، وبعدها بيروح البروفة لمراته وبيحكي لها عن كل اللي حصل وبيطلب منها تبعد وتروح تقعد في فندق، وهي بتديله فلوس والمسدس اللي معاها. في لحظتها بيشوف المحققين وصلوا للمسرح فبيهرب بسرعة. بعدها ويل بيروح حفلة تأبين الصحفي ألين، وهناك بيتعرف على صحابه وبيعرف منهم إنه كان شغال على تحقيق صحفي عشان عايز يكشف المجموعة السرية اللي عايزة تطبق العدالة. وهناك بيشوف رجالة سيمون فبيهرب منهم وهم بيجروا وراه، وسيمون بالعربية هو كمان بيطارده. ويل بيطلع على الطريق السريع وبعدها بينزل تحت الكوبري. سيمون بيقوله إنه معاه شريط من كاميرا المراقبة وعايزه يشوفه علشان ظاهر فيه إنه مقتلش حد. طبعا ويل خايف فبيكمل هروب، وواحد من رجالة سيمون بتخبطه عربية وبيموت. وقتها في شخص بيروح للورا وبيعرف نفسه بأنه محقق وبيقول لها إنه معاه أدلة جديدة بتثبت إن جوزها بريء وعايزها تروح معاه. لورا بتركب العربية معاه وبتلاقي الشخص اللي سايق هو الشخص اللي كان مع سيمون في المطعم، فبتخاف وبتطلع بخاخ الفلفل وبترشه عليهم وبتهرب هي كمان. بالليل ويل بيروح على الجورنال اللي كان الصحفي شغال فيه، وهناك بيلاقي صوره على الجورنال بأنه متهم ومطلوب للعدالة. بعدها بيدخل مكتب ألين مارش وبيدور في حاجته وبيهرب قبل الأمن ما يروح له. وهو في الشارع بتجيله فكرة ذكية جدا، بيدخل فندق وبيروح على أوضة الملابس بتاعة النزلاء، بيسرق جاكيت وبيكون فيه ورقة العربية من الجراج بيديها للي شغال في الفندق، وبكده بقى معاه عربية وبيتحرك بيها وبيقلب في الورق بتاع الصحفي. بيعرف إنه كان بيروح المينا كتير فبيروح على هناك، وهناك بيرشي اللي شغال علشان يعرف منه المعلومات، وبيعرف مكان اليخت بتاع ألين فبيقتحمه بالعربية وبيدور فيه. وقتها اللي شغال بيشوف الجورنال وبيعرف إن ويل مطلوب فبيبلغ الشرطة. ويل على اليخت بيلاقي شنطة جواها CD، بيطلع بيلاقي البوليس وصل فبيهرب بأسرع ما يمكن، لكن البوليس بيكون وراه وويل بيعرف يزوغ منهم. ويل بيشغل CD وبيشوف الشخص اللي اتقتل من فوق الجراج في أول الفيلم،
وألين بيكون بيحقق معاه، والشخص ده كان من ضمن المجموعة وانشق عنهم. وبكده ويل بيعرف إنه اتغفل، وإن المجموعة كانت عايزة تخلص من ألين عشان كان عايز يكشفهم، وإن هم استغلوه علشان يقتلوه، وألين مش مجرم ولا حاجة. وبيتصدم كمان لما بيشوف صورة طالع فيها سيمون مع صاحبه جيمي. ويل مش بيكدب خبر وبيروح على طول لجيمي وهو متعصب، وبيعرفوا إن شاف الصورة بتاعته مع سيمون. جيمي بيعترف إنه جزء من المؤسسة وانضم ليهم من 15 سنة من وقت ما أخوه اتقتل، وبيعرفوا إنه مستحملش اللي حصل للورا علشان كده عمل اللي عمله. ويل بيسأله مين اللي حطه في طريق الصحفي. جيمي بيعرفه إنه هو اللي خلى المأمور يهربه من السجن. ويل بيكون عايز يعرف هوية سيمون الحقيقية، وبيوجه على صاحبه المسدس. بعدها ويل بيخرج من عنده وبيكون قاعد في عربيته، بيطلع عليه شخص بمسدس عايز يقتله، وواضح انه تبعهم، بس ويل بيضربه وبياخد منه التليفون وبيمشيه. بعدها بيتصل بسيمون وبيبعت له صورة من الفيديو اللي معاه، وبيقول له يديله الفيديو بتاع الكوبري هياخد الحاجة اللي معاه، وبيلعب بيه وبيخليه يروح الاستاد، وبيوديه وبيجيبه لحد ما بيقابله. سيمون بيفرجوا على الفيديو بتاع كاميرا المراقبة، وباين فيه إن ويل مزقش الصحفي. وقتها جيمي بيروح للورا الفندق اللي هي فيه وبيخطفها، وبعت الصورة لسيمون اللي بيوريها لويل، وبيقوله إنه عايز السي دي. ويل بيقوله إنه مش معاه دلوقتي وعايز يشوف مراته الأول. سيمون بياخده لمكان مراته، وجيمي بيتأسف لصاحبه وبيقوله إنه ما سابش ليه اختيار تاني. سيمون بياخد السي دي من ويل اللي بيطلب منه يسيب مراته، بس سيمون بيقوله إنه هيقتلهم. ويل بيقوله إن هو مجنون، لكن سيمون بيعرفه إنه عاقل جدا، لكن العالم اللي هم عايشين فيه هو اللي مجنون وقذر وكمان مليان فوضى، وبيسيبه وبيؤمر رجالته تخلص عليهم. جيمي بيقتل رجالة سيمون وبينقذ لورا علشان هما ما اتفقوش على قتلهم، بس سيمون بيضرب عليه نار وبيقتله. لورا بتهرب وسيمون بيجري وراها، ولورا بتنجح بإنها تفك إيديها وبتاخد مسدس وبتمشي بيه. سيمون بيجي من وراها وبيضربها، وويل بيجي يدافع عن مراته وبيضرب سيمون وبيوقع المسدس اللي معاه وكان هيقتله. لورا بتحاول تمنعه من القتل. سيمون بيستغل الفرصة وبيقوم ياخده وبيقع بيه على السلم وكان هيقتل ويل. لورا بتيجي من فوق بتلحق جوزها وبتقتل سيمون. بعدها المأمور بيوصل وبيعرف إن سيمون قتل جيمي، وبيشوف سيمون كمان مقتول، فويل بيعرفه إن هو اللي قتله. المأمور بيقوله لأ، وهو هيخلي الموضوع كأن جيمي وسيمون خلصوا على بعض وهو ومراته بره القضية خالص. المأمور بيكون عايز ويل ومراته ينضموا للمجموعة، لكن ويل بيرفض. وأخيرا كل التهم بتسقط من على ويل وبيرجع لحياته الطبيعية. وبعدها ويل بيروح لرئيس التحرير بيديله التحقيق اللي كان الصحفي عمله قبل ما يموت علشان ينشره. رئيس التحرير بياخد منه الحاجة وبيقوله الأرنب الجائع يقفز. ويل بيتفاجئ وبيتصدم وبيفهم إن ده كمان من ضمن المجموعة. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.